عزيزي الاهلاوي تعالى اقول لك من اسباب خروج الاهلي في كاس العالم للانديه بعد حضور الاهلي لمده 10 مرات في تاريخه، منهم 5 على التوالي. واخد بالك انت يا غريمي؟ 5 على التوالي. ازيدك من الشعر بيت، احنا خرجنا قدام بالميراس اللي تقريبا السكواد بتاعه عامل 165 مليون يورو، وبعد ما الاهلي جاب لعيبه بمليار جنيه بقى سكواد الاهلي 35 مليون بس. يا بتوع الجبنه النستو يا معفنين. وبكده يبقى اقصى انجاز تاريخ حققه النادي الاهلي هو المركز الثالث، رغم ان رجاء المغربي ومازيمبي الكونجولي والعين الاماراتي والهلال السعودي لعبوا ادوار نهائيه وخدوا المركز الثاني وخدوا ميداليه فضيه. وجهه نظري هبوط الاداء الفني دايما في الشوط الثاني، هبوط الاداء البدني برضه في الشوط الثاني. وجود حاله كده في الاهلي زي الانانيه، كل لعيب بيلعب لنفسه، عايز يلعب لاسمه، مفيش جماعيه خالص، غياب تام لبعض اللعيبه اللي انت جايبها عشان تعمل لك فرق. تتكلم في تريزيجيه، تتكلم في زيزو، تتكلم في حمدي فتحي، الناس اللي تألقت جدا في البطوله دي مع الاهلي لحد دلوقتي، الشناوي، بن رمضان، ياسر ابراهيم، بصراحه يتعدوا على الصوابع. تغيير مراكز اللعب لبعض اللعيبه ملهاش اي 30 عايزه. يعني واحد زي زيزو هو بيلعب جناح، انت ليه مصمم تحطه تحت راس الحربه؟ مش هيديك تحت راس الحربه، ده طبعا مدرب. وجهه نظري ان الاهلي محتاج مدرب بشخصيه قويه عشان يعرف يسيطر على كميه النجوم اللي بقت في الاهلي، عشان لما نروح نلعب فاركو وهنلعب غزل المحله ميبقاش عندنا مشاكل. اخيرا عزيزي الاهلاوي الكئيب الحزين زيي، قول لي انت من وجهه نظرك اسباب خروج الاهلي من كاس العالم ايه؟